تعملوا ايه؟ بسرعة! هات الشنطة دي! هات الشنطة دي بسرعة هات! ايه ده؟ اهلا بيكم في الكاميرا الخفية. انتوا عليكم حركات حلوة. لا 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 مش معقول. حلوة قوي. خش بقى خد الرياكشن ده. زوم خش. شكرا اعزائي المشاهدين. شكرا. والله العظيم انا صدقت. لعلمك بقى انا كنت عارف انهم بيصوروا. يا سلام، ده انت كنت هتعملها على روحك. البرامج دي انا عارفها كويس، انا كنت جاريهم بس عشان يعني نطلع في البرنامج يعني. ايه ده خدوا الشنطه. شنطة المحفظة. ايه ده؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. تفتكر يا اتش اخر مره كلنا فيها كان امتى؟ بيتهيألي كان يوم سبت. ايوه بس العلم بيقول ان الانسان ممكن يقعد اسبوع كامل من غير اكل. لا حالتنا احنا بوظت العلم خالص. فاكر ياض انت وهو العز اللي احنا كنا عايشين فيه؟ يا ده انا اتبغددت بغداده. وحد شاف فيكم العز والبغداده اللي انا شفتهم؟ ده انا اتدلعت اخر دلع. ده انا من كتر الدلع اللي كنت بتدلعه مره ماشي في الشارع كده في امان الله، ببص كده في الارض لقيت 1000 جنيه. كسلت اوطى اجيبهم. ما انا كنت ماشي وراك لقيت ال1000 جنيه خدتها، كسلت احطها في جيبي رميتها تاني. وانت يا اتش ما كسلتش في حاجه قبل كده؟ كسلت كتير بس انا مكسل احكي لكم. على فكره القصب ده مضروب. معقوله اكل 3 عيدان بحالهم وما احسش ان انا شبعت؟ وانت احول حد يسيب القشر ده من غير ما يمصه؟ قصب بقى افطرنا وغدانا وعشانا قصب حصلت يا اخوانا. انا في حاجه عايز اقولها يعني. انا حاسس ان في واحد نحس في وسطينا وهو اللي نحسنا احنا الثلاثه. ايه؟ لا بقى انا ما شفتش ايام سودا في حياتي الا معاكم انتوا الاثنين. لا بقى انا كنت متجوز وعايز فل 24 قيراط وانتوا اللي نحستوني. طب انا عندي اقتراح يا اخوانا بمناسبه قعده القصب الحلوه دي. ايه رايكم لو كل واحد شاف مصلحته ونتفرق عن بعضينا؟ انا عن نفسي همشي بدماغي واوعدكم، والله العظيم اوعدكم، يوم ما ربنا يكرمني وأب كده على وش الدنيا لو شفتوني اقلعوا اللي في رجلكم واضربوني بيه. انا نفس الحكايه بالظبط. اروح اشوف شغلي، اروح اشوف نفسي. لو سمحت. ايوه عندك عصافير من دي؟ ممكن اجيب لك. بكام الدرس؟ 60,000. 60 قرش؟ لا 60 قرش يعني العصفوره بشيلن؟ لا 40 قرش كويس. 30 قرش كويس. السلام عليكم يا كابتن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، بكام الكتكوت ده الله يكرمك؟ ده ب 15 قرش. 15 قرش. في شبه منك بالظبط. طب والشركاسي ده؟ الشركاسي ده بريال. بريال. طب ده عشان خاطري بقى تديهولي يا بكام؟ عم خاطرك ايه البيعة السودا دي؟ انت بتشتري ديك رومي؟ صحي سريع ذوبان. جراسيا من خير مصر والخير مصر. كوكي كوكي حطي ميه يلا وحطي مسح كوكي كوكي بيزهزه الغسيل وملوش اي مثيل فرح امك وابوكي وهاتلهم كوكي 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 عمل جايزه 10,000 جنيه. كوكي لا ما عنديش كوكي، حتى لو عندي كوكي قليل البخت يلاقي العظم في الكوكي. كوكي
ازاي شكت الدبوس؟ 16. عصافير مرشوشة كناريا، يا سلام. أنا نفسي اتغميت فيهم. مرشوشين كناريا. إيه ده؟ الجرس كمان مرشوش كناريا. إيه ده؟ الست كمان مرشوشة كناريا. هلو. اوه كناري. آه. بيوتيفول. بس مش كلهم كناريا يا فندم. اوه انواع تاني. اه. اتفضل اتفضل. اوه عندك نوع نادر من يا سلام، ده الوحش بتاعهم ده. اسماعيل اديكي فكره مختصره. اصل انا خبير في العصافير. النوع اللي بيعمل صوت الكناريا ده من جزر الكناريا. اللي جنبه ده اللي بيزقزق ده من الزقازيق. التالت ده اللي تحت ده اسمه استرها يا رب. مين ده؟ استر يا رب معروف يا فندم. استر يا رب يبقى من استراليا. ده انا جبته مخصوص النهارده من المطار. رحت خلصت له كل الاجراءات بتاعته وعملت له تصريح ان انا اخرجه من صاله كبار الزوار. بس تعبني تعب. بكام الواحد مستر مختار؟ 113 جنيه يعني كلام فارغ يعني. هقول لكل اصحابي يشتروا منك. يا فندم مش مساله بيع وشراء وبكام والحاجات دي، مساله مين الناس الكلاس كلاس كلاس اللي هم بيقتنوا العصافير دي. عندك مثلا مش شايفيني بتكلم معاهم؟ تعرف تتكلم معاهم؟ بعض كلمات كده بسيطة. وعموما أنا هجيب لحضرتك بإذن الله بكرة الكتالوج والديكشنري عشان تتعلمي شوية حاجات. اللغة لذيذة جدا جدا. أنا أعرف كلمات كده زي مثلا دي معناها إنك أنت حلوة أوي 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 أوي. ودي معناها ايه؟ بيقول لي اخلع الأستاذ زمانه جاي. ثانية واحدة اجيب لك الفلوس. اتفضلي حضرتك. قال لك ايه؟ قال لك والعاشر في جمال النبي يصلي عليه. معايا الكتاكيت اللي بترقص، كتاكيت روماني متدربه في سيرك روسيا. قول توت هزيه كتكوت، قول توت هزيه كتكوت. هوبا هوبا ايه؟ هوبا 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 ايه؟ هوبا هوبا توت هزيه كتكوت، توت هزيه كتكوت. اهو الكتكوت ده فنديه ممكن تدفع 30 40 دولار عشان تشوفه في اي حته من العالم. عندنا الكتكوت ده يفضل عندك ب 10 جنيه. 10 جنيه كله معانا على السقفه. لا تفكروني نصاب ولا اونطجي. توت هزيه كتكوت، توت هزيه كتكوت. امال ايه بيرقص على 1.5؟ ببريزه ونص. هتشيل النص. يلا 10 جنيه حلو ده. انت ممكن تغرمك كتير. هوبا توت هزيه كتكوت، توت هزيه كتكوت، توت هزيه كتكوت. كوكي عمل جايزة 10,000 جنيه. مساء الخير. انا مندوب شركه كوكي. عندك كوكي؟ كوكي؟ تعالي يا مدام، في واحد مندوب بيقول عندك كوكي. والله مش معقول. ثانية واحدة. ايوه ده كده سيد. مبروك يا هانم، كسبتي جايزه كوكي 10,000 جنيه. اتفضلي. متشكرين يا بيه. 10,000 جنيه كسبتيهم. 10. ها؟ 10,000 جنيه. التانية مش خسارة فيك. معقولة معقولة. عندك كوكي؟ كوكي
ايه ده؟ لا مش كوكي ده. كوكي ده مسحوق غسيل. مش عاوزين. انا مش جاي ابيع لك يا هانم، انا جاي اديكي الجايزه. جايزة ايه؟ جايزه كوكي الكبيره، يعني لو عندك 10 اكياس من اكياس كوكي تاخدي جايزه كوكي الكبيره. استنى لما اشوف لك. يا خسارة، والنبي ما بستعمل غيره، بس العلب راحت في الزبالة. مش عارف اقول لك ايه بصراحه، انت ما شاء الله كده يعني باينك مليانه خير، وانا استريحت لك. شوفي، انا هديك الجايزه وكاني لقيت عندك اكياس كوكي بالظبط. اتفضلي، جايزه كوكي الكبيره 10,000 جنيه. اتفضلي. معقولة؟ يا وش السعد يا قمر. الحلاوه بقى، الحلاوه. سهل. ايوه الحلاوه. متشكرين. عندكم كوكي؟ اخد منك الكتكوت على انه بيرقص، اروح بالبيت تيجي الواد يرقصه ما يرقصش. واخداه من عندي بيرقص ولا لا؟ طيب امال ايه تلاقي الواد لعب فيه بوظه، وبعدين ده منظر واحد يرقص قدامك كتكوت. اوعى وليه امشي. هتضربني يا حرام. لا هتضربي حاجه. هضربك. اوعى وليه. غلط كده يا وليه. انا بقول لك انا راجل مؤهلات هتسجن عشان كتكوت، وبعدين وحشه في حقك كمان يا باشا. ما بمشي هيموت هيقلل الكتكوت. هيموت هيقلل الكتكوت. مختار حرامي كلفته للصوم، العصافير طلعت مش كناري. مستر مختار ده انا واخده يجي منه 50 واحده، انا لازم ابلغ البوليس. معاكي نمرة بوليس العصافير؟ قدام يا مجرم. ما تقولش مجرم. مجرم مستر مجرم اطلع. انت عارف مجرم يعني ايه؟ لا ما اعرفش، بسمعهم بيقولوها كده. اطلع. يلا. انت هتقبض عليا؟ بقول لك ايه، ما تلونش معايا. انا معاك ايه انت عصفوره؟ اطلع بسرعه. اطلع. عقبال ما اشوفكم كده كلكم متساكتين في بيوتكم. ايه؟ بتقولي ايه يا ماما؟ لا 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 لا، لازم تقولوا لي كده يا بنات. هي قالت ايه؟ بتقول كده يعني بيتهيألي اشوفكم متستتين في بيوتكم. خلاص خلاص يا نجوم، ما تزعليش نفسك، هي مش هتقول كده تاني. بعد الشر، والنبي لا ارقص لكم ليله فرحكم. شوفي يا ام نيفين، باعتباري اتخرجت النهارده من كليه الخدمه الاجتماعيه. نيفين، معهد الخدمه الاجتماعيه. لا، ما خلاص بقى كليه، وباعتباري حاصله على بكالوريوس، فانا من النهارده ما عنديش غير حلم واحد بس نفسي احققه. حلم ايه يا بنتي؟ المرأة العاملة. ده بدل ما تتستتي في بيتك زي عطيات بنت خالتك. بصراحة بقى يا ماما أنا مش فاهمة، مش عارفة بقى بجد يعني إيه يا بنات إن كل أم عايزة تخلي بنتها زي عطيات بنت خالتي. ما تقولوا لها يا بنات، أنتوا مش صحابها؟ شوفي بقى يا طنط، أصل بصراحة كده يعني نيفين ما غلطتش، إحنا كمان مضربين عن الجواز؟ لا، إحنا عايزين نحقق ذاتنا في الأول، نشتغل ونكسب، وبعدين لما يبقى يجيلنا عريس بدل ما ندخل عليه بصينية الشربات وإحنا مكسوفين، لا، هنكلمه زينا زيه، راجل لراجل. قال لك ايه؟ قال لك قال لك قبل كل شيء يا حضرات الارزاق على الله. البرغوث اللي معايا ده مرغوث متدرب بقاله 5 سنين، جايبه من روسيا. اقول له ينط على الحيطه ينط، اقول له يتنطط يتنطط، اقول له يرقص يرقص. طب طلاق 3 بالثلاثه. البرغوث ده انا بفرط فيه بالغالي، بس لجنه قعدتنا الحلوه والوشوش السمحه اللي انا قاعد معاها، انا هفرط وابيع البرغوث ده بسجاره فرد. سيجاره فرد مين؟ سيجاره فرد يا عم ابعد عنا بقى يا عم. عندك ايه يا بابا؟ طب شوف البرغوث يا عم انت هتبيع اللبط علينا كده مش تحاسب. قشطه يا صباح الاعدام. ايه يابا مالك بتبص على ايه؟ عايز اشوف البرغوث.
برغوت ايه اللي تشوفه؟ لا البرغوت اللي معايا ده حسيس وعنده دم، ولو شاف وش اهلك كده ممكن يجي له صرع وما اعرفش اشغله. وانا بقول لك اتكل على الله علشان لا 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 الله لا 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 اوعى ما تجيبنيش ناحيه المنطقه دي. مختار مدحت انا كويس كده. بلاش نحضر بعض كتير هنا. تعالى. ايه اللي جابك هنا؟ دي منطقتي. ايه اللي جابني هنا ده؟ ايه؟ دخلت بسبب كتكوت. وانت دخلت ليه؟ عصفوره. سيب البرغوت. والنبي الاخ اللي بيلعب في البرغوت ده سيبه الله يخليك لا يبوظ مننا. الله يكرمك والنبي يا ابني. برغوت؟ برغوت ايه؟ اديني بقلب عيش يا مختار. يا اخي الواد هشام كان عنده حق يا اخي. ده احنا هو محبوسين بين 4 حيطان. هو حر. يا بختك يا هشام. يا بختك ده ايه؟ حد عارف هشام بيعمل ايه دلوقتي؟ ده تلاقيه عيني بقاله جمعه على لحم بطنه ما بياكلش. على الاقل ادينا متويين في حته وبناكل وبنشرب. مش مهم الاكل والشرب، المهم الحريه. الحريه يا مدحت. هو دلوقتي بره حر طليق، ما حدش يقدر يقول له تلت 3 كام. يا سلام يا سلام. يا بختك يا هشام. يا بختك يا هشام. نعم هشام مش ممكن. هشام عندكم كوكي؟ صباح الخير. صباح النور. هو احنا ميعادنا امتى في الاختبار؟ احنا قاعدين بقالنا 4 ساعات. وبعدين انتوا كده بتضيعوا وقتكم. كل اللي دخلوا دول مش هيقبلوا. ليه ان شاء الله؟ عشان احنا كفاءات، كل الشروط منطبقة علينا. طب اتفضلوا اقعدوا شويه على اللي من جوه يخلصوا. من فضلك انكل المحمود معاطي موجود؟ البيه المدير؟ ايوه. ايوه يا فندم. قولي له الناني من طرف عز بيه، ولسه مكلمه حالا. اهلا وسهلا يا فندم. حاضر. يلا يلا يا بنات، خلاص الوظيفه انشغلت. قدامك. خش. هما بيضربوا ليه كده؟ مستجاب. هو اي حد مستجد يعملوا فيه كده؟ ايوه مش عاجبك؟ لا العيال دي ما ينفعش معاها غير الصياعه. لا بقول لكم ايه اللي هيمد ايده علينا ما انتوا ما تعرفوناش. احنا شباب مطقطق وحارس وكعب دار في السوق الكرامه في منطقتنا، ولا عمرنا دخلنا السجون ولا شفناها، بس اسمنا محفور جواها. ايوه اسرع عليهم جامد بقى قوي. اللي هيمد ايده على رجلي ايوه هغير وهضحك وهفضحكم وهلم عليكم السجن. اصلاح. بسم الله ما شاء الله. الزباين الجدد وصلوا، شغل كتير جوا النهارده يا اولاد. جرب يا ولد جرب. لا احنا ما نضربش. ايوه احنا ما نضربش. هو ايه يعني؟ ضرب عندك مزاج يعني ولا ايه؟ يا اخ انت اسمك ايه؟ عبد الجبار. ليه؟ وعشان انت يعني عبد الجبار تضرب المستجدين يا حمار؟ والله انا عبد المأمور يا ولد. هو يعني كان البيه المأمور قال لك اي حد يروح داخل تروح ضربه؟ يا ساتر على غباوتك، ده انت غبي قوي. عبد مأمور ده مثلا يعني زي ما هنقول مثلا ايه، يا داخل من البصله وقشرتها بينومك. لا في حد هيعرف يخش من البصله وقشرتها؟ اقول مثلا انا عبد مأمور، يعني الاوامر دي مش اوامر انا. الاوامر مين؟ دكتور. هو السجن عينوا له دكتور بدل المأمور؟ يا جدعان افهموا بقى، في نظام السجون الصيع الجامد قوي الشديد في الاجرام بيتقال له يا دكتور، ولو نشال يتقال له يا باشمهندس. افهموها بقى عشان الخلق ما يضيقش مني. انت خلقك بيضيق؟ ده انت من ساعه ما دخلت وانت خلقك كتير. طب لو سمحت يا باشمهندس ممكن نقابل الدكتور؟ ممكن اعرف ليه؟ كشف مستعجل. عبد الجبار سكت ليه؟ مش سامع صوت ضرب ليه؟
المستجدين وصل يا دكتور، عاملين قلق. هاتهم لي هنا. قدامي. ايه يا ورد مالك؟ مش معقول حد يقرصني. مش معقول حد يقرصني. مش ممكن، مش معقول ما حدش يقرصني، انا جسمي بيعلم. هشام، عماد مختار، مدحت. عبادة سايف يا قفا. انت ايه اللي جابك هنا يا عباده؟ لا دي حكايه طويله قوي. اقعدوا. ايه الدور ده مربيه ازاي؟ ده عبد الجبار والله. دول بقى زملاتي يعني مش اي حاجه. يلا. دول دكاتره برضيك. بقى أنا بعد ما سبتكم لقيت نفسي عايش وحداني، عايش في الدنيا من غير وليف ولا أنيس. قلت أكمل نص ديني. لا واجب برضه. حبيت واحدة اتجوزتها، ومن هنا بدأت المشاكل. لازم ولاية عجوزة قرشانة، وانا عارف ذوقك. أبدا، دي كانت بنت زي القمر، طالبة عندي في القسم في سنة أولى. يا راجل يا مهبول انت، حد في سنك يتجوز بنت في سنة أولى؟ وبدأت الطلبات غاوية مظاهر، والمرتب انتوا عارفين. ما قدرتش على طلباتها، وعلشان اكفيها اضطريت اني ها؟ اضطريت ايه؟ تقتلها؟ يا ريت، ده انا قتلت نفسي، مسحت اسمي من سجل الشرف، بعت اسئله الامتحانات. ده ذنبنا. فاكر يا عبيدة؟ فاكر لما نجحتنا غصب عننا مع اننا سايبين ورقة الامتحان فاضية يا مفتري؟ ايوه نجحتكم، انا بعترف، لكن دفعت الثمن غيري. يا دكتور اطخهم. لا يا عم جبار، لا، دول معايا اصحابي. وده ايه ده؟ ده عبد الجبار، دراعي اليمين هنا. بس يا عبادة، انت طول عمرك جبان ونتن وتخاف من خيالك. ايه يعني اللي خلاك عملت كده فرد على العنبر؟ مأمور السجن تعاطف معايا ورق حالي وعيني الكوماندا هنا في السجن. وانت بقى عينت عبد الجبار؟ عبد الجبار عملت له غسيل مخ، بقى زي الخاتم في صباعي. ايوه حصل، ده انا مخي كان مليان بقع. الله يسترك يا دكتور عياده، طلعت البقع كلها، بقيت على الزيرو. بس قول لي يا دكتور عباده، النظام في العنبر هنا ايه؟ اطمنوا، حطوا في بطنكم بطيخه صيفي، اعتبروا نفسكم في رحله او في استجمام. لما نشوف. بس انا برضو قلقان من عباده. وسايط دي كلمة برضو، احنا هنا ما بنتعاملش بالكلمة دي خالص، احنا هنا بنتعامل بالمؤهلات. يا سلام، اخيرا هنلاقي شغل من غير واسطه. قالوا دلوقتي هتقابلوا المدير حالا، بس واحدة واحدة عشان هو بيحب يدرس مؤهلات كل واحدة بهدوء. يا ريت اديله بقى تليفون. ايوه يا فندم، مستوفية الشروط. ادخل واحدة واحدة. حاضر. اتفضلي. انا ايوه. تفتكري يعني ممكن تقبل؟ حسب الظروف، لو قبلت يبقى هتتأخر، لو ما قبلتش يبقى راجل قليل الادب. يلا بينا يا بنات، يلا. المؤهلات قال.
عشتنا يا معلم. والله ده كان جاموس، الريحه حلوه قوي. يلا عندك حق يا واد عم، احلى ايام السجن، ربنا يعزك. اهلا اهلا بالاساتذه، انتوا فين من زمان ما حدش شافكم؟ احنا كنا فيس كنا في الدكتور عباده، كان عازمنا في الغردقه. غردقة ايه؟ ايوه فهمت، اسم الدلع بتاع طرة، زي مصطفى ودارش، غردقة وطرة. ترى طور جبل الطور اللي في سينا، اللي هو ابن خالة الغردقه عادل. طور ابن خالة الغردقة. انا ما نظرتش في طور. الطور يا عبد الجبار، الطور. على فكره يا استاذ هشام كنت هتنسيني، ده في واحد بيجي يسال عليك هنا مرتين ثلاثه وبعدين ساب لك نمره التليفون دي وقال اول ما توصل لازم تكلمه. ايه؟ ايوه انا الاستاذ اوران المحامي. مين عاوزني؟ هشام السلموني؟ انت فين يا جدع انت؟ انا جاي لك حالا. يا ترى الراجل اورن ده عاوزني في ايه؟ هو منطقيا لا يمكن تحديد البواعث اللي دفعته للاتصال بيك. يا سلام. طبعا، لكن اذا حللنا الموضوع بصوره اكثر يا عمقا. دكتور عباده، احنا مش في محاضره هنا، احنا في قهوه، ما تلمش علينا الخلق. يلا ما تقول حاجه يابا. لا انا صوتي رايح. بقول لك انا يا هشام بيه، الراجل ده عايزك فيه. ايوه عاوزني في ايه؟ ما خبرش. يا سلام. يا عم اتفتح يا عم. ايه ده؟ تشرف. فين هشام السلموني؟ انا هشام. اتفضل اركب معايا. اهو. مين هشام السلموني؟ انا حضرتك عاوز ايه بالظبط؟ اتفضل اركب معايا. طب ما حضرتك تقعد وتاخد الواجب بتاعك وتقول لنا عاوز ايه بالظبط؟ مفيش وقت، تعالى معايا. الراجل شكله كده يعني ما يسرش، والليله بينها مش معديه. اركب، روح اركب شوف ايه. وانا هروح لوحدي؟ ايوه انا شايف ان ده افضل حل عشان ما نلخمكش. روح يا هشام روح. مدحت مختار اتكلم يا مختار، اتكلم، عايزك تتكلم. يا اندال يا جبنات استنى يا سيسيون، انا جاي معاه. دكتور عادل، بالاذن يا دكتور، الرجاله اصحابك دول مش رجاله. وايه اللي حصل في الدنيا يا ناس؟ ما خبرش. لا عيبك ده، هتسيبوا صاحبكم راح لوحده ليه؟ قدامي منك له. محدش يقول لنا قدامي. هتأمرنا؟ لا احنا اللي نروح. يلا قدامي ولد. لا مؤاخذة يا دكتور عادل، اتفضل يا دكتور. يلا اتفضلوا انزلوا. يلا. ايه ده انت جايبنا هنا ليه؟ في ايه؟ انا مش فاهم، احنا مخطوفين ولا ايه يا جدعان؟ ايوه مخطوفين، واحب اقول لك ان الاختطاف عقوبته قانونا الاعدام. قانونا؟ ده بنت نبيلة هانم الشرباجي. احب اعرفكم بقى ان انا اوراني طلبه المحامي، محامي نبيله هانم الشرباجي. هي صحيت تاني؟ لا هشام بيه ما صحيتش، بس حقوقها لسه صاحيه، ما ماتتش. بقول لك ايه؟ 3 بالله العظيم ما اخدت منها حاجه. هو انا لحقت؟ ايوه بس لاجل الحلفان، الطفايه الفضه اللي كانت فوق البيانو انا اللي شقطتها، بس ضاعت مني. ما انا اللي سرقتها منك. انا مش بحاسبك يا هشام، انا عايزك عشان حاجه تانية. طب 3 بالله العظيم، انا عيني اليمين بترف من الصبح، وانا لما عيني اليمين ترف من الصبح يبقى خير ان شاء الله. يعني هيحصل ايه؟ ما خبرش. نبيله هانم كانت ست كريمه معطاءه محبه للخير، وحبت هشام بيه من كل قلبها. الله يرحمها بالحسين اليها. نبيله هانم تركت وصيه بعد وفاتها، كتبت فيها القصر ده لهشام بيه، كانت عاملاها مفاجاه لجوازهم. القصر اتخطفت والله اتخطفت. نبيله اتخطفت. يبقى ضمنت اشتغل بواب وارتاح من المواصلات وابقى حققت حلم حياتي. بواب. مش قلت لكم يا اولاد هقب وأببكم معايا؟ حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عايش بالي كتير ولا غيرك في بالي. بس يا نور العين. ثانية واحدة، في شروط حطاها نبيلة هانم
لتسليم الفيلا في حالة وفاتها قبل منك. شروط؟ الشرط الأول موافقين. والشرط الثاني؟ هو أنا كنت قلت الأولاني؟ ما احنا موافقين على الثاني ده. اتكتم أنت خالص. اتفضل انت خالص. الشرط الأول عدم دخول أي سيدة تقل سنها عن 60 سنة من باب الفيلا لمدة 2 سنين. اشمعنى يعني 2 سنين؟ ما هو ده الشرط الثاني. استخدام القصر كدار للتربية تاوي المتشردين والأطفال الصيع واللقطاء اللي في الشارع. اللقطاء اللي في الشارع؟ دي اكيد وهي بتكتب الوصيه كانت اتجننت بقى. ده انا خدها. طيب يا ريت بقى تكتب الكلام ده في ورقة وتشهد إن نبيلة هانم كانت مريضة عقليا وهي بتكتب الوصية. مريضة عقلية؟ نبيلة هانم؟ ده مفيش اعقل كان من نبيلة هانم الشرباجي حبيبتي. مثال للحكمة. عقل بلبلة على العقل، على عقلها وجمالها. الله يرحمها. اعتبارا من بكرة هسلمكم القصر، ولازم القصر يكون فيه 3 فصول، يعني 45 طفل كحد أدنى. 45 عيل؟ طيب ومين هيدرس للعيال دي؟ لازم هيئة تدريس. لازم يكونوا مدرسات لا تقل سنهم عن 60 سنة. اجيب منين يعني مدرسات فوق ال60 سنة؟ لا دي مش مشكلة، دي مالكش دعوة بيها. لعبتي أنا شيل دماغ خالص من الموضوع ده. أنا عندي لسه بكل الستات اللي عندهم 60 سنة لحد الوفيات. طب ماشي. والأطفال المشردين. والعيال المشردين دول أجيبهم منين؟ لا دي لعبة العبد لله بقى. أنا عيلتي كلها نصها متشردة، النص عايش في الشوارع والنص في خيام الإيواء. الحمد لله ضمنت اشتغل فراش وارتاح من شغلانة البواب لحسن تعبتني قوي. هنبدأ من امتى يا أوراني بيه؟ من دلوقتي. المدرسة دي بقى مش محتاجة مصاريف؟ يعني تباشير، كشاكيل، قلاليم. محتاجة برضو حاجات كتيرة طبعا. محتاجة برايات، فلايات، ووسائل إيضاح، وفلكة وخرزانات. بس كل حاجة بالفواتير. قدامكم أسبوع أجي ألاقي أعضاء هيئة التدريس والأطفال المشردين. اتفضلوا عشان تشوفوا القصر. سنتين؟ هم سنتين استحملهم بالطول بالعرض، يخلصوا سنتين يرجع لي القصر وابقى صاحبه. ما احنا مع بعضينا على الحلوه والمره بالصلاه على النبي، ولا ناوي تلعبها فرداني؟ بعدين تعال هنا يا اخويا. ايه؟ انا ليا في القصر ده زي ما ليك بالظبط. انت ناسي ان انا اللي جايب لك نبيله الشرباجي؟ هشام اوعى تنسى ان الوليه دي كان عينيها مني انا، وكنا ماشيين متظبطين مع بعض، وعبد الحليم شغال معاها 100 100 لحد ما شرفت بسلامتك وشقطتها مني. اوعى تنسى. جرى ايه يالا؟ انت هتطلع لي من خطايا على حكايه حب؟ بقول لكم ايه؟ انتوا كل حاجه حاشين نفسكم فيها، طالعين لي زي العمل الراضي. بقول لك ايه؟ ايه؟ مع بعضينا ولا نسيبك طلوس؟ شوف بقى مين اللي هيجيب لك المدرسات العواجيز اللي فوق ال60، ولا شوف مين اللي هيلف لك في الشوارع يجيب لك العيال المتشردين. المصيبه ان انا محتاج لكم. اسمعي يا ستي، مطلوب آنسة حسنة المظهر، بيضاء جميلة وغير متزوجة، للعمل في شركة كبرى بمرتب مغري. ايه يا بنتي الكلام الفاضي ده؟ دي بصبصة علني في الجرايد. لا، ده إعلان عن طلب عروسة، مش طلب وظيفة غيره. طب تعالي اسمعي، بصي. مطلوب مدرسة موسيقى لتعليم شاب من أسرة راقية للعزف على البيانو بمرتب ضخم. الحكاية طبعا واضحة، تعليم شاب من أسرة راقية البيانو دلع غيره. طب شوفوا دي بقى، مطلوب مدرسات في التخصصات الآتية: أخصائية اجتماعية، مدرسة موسيقى، حكيمة تمريض. ايه ده زي ما يكون الإعلان مكتوب لنا. مكتوب لنا قوي يا أختي. كملي. على ألا يقل السن عن 60 سنة. كام؟ 60 سنة. وريني كده. أظن دول بقى لا يمكن يكونوا غاويين بصبصة أبدا. طبعا لا، هو ده اللي احنا عايزينه. ايه يا نبيل انت انهبلتي؟ ده الإعلان بيقولك على ألا يقل عن 60 سنة. ما أنا عارفة. على مهل، على اقل من مهل. تعال. عايز مني ايه يا يا جماعة أنا مش عايز منكم حاجة خالص. مش عايز حاجة خالص. الحكاية وما فيها إن أنا جبت لكم مشروع إنساني. بصراحة أنا وقعت على خدت مدرسة دي كلاس مدرسة كلاس. فعايزكم تيجوا يعني تتسلوا مع شوية أطفال
اطفال يعني ابرياء، الاطفال كمان كلاس 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 برضو. طبعا دي حسنه يمكن تشيل بعض السيئات اللي انتوا عملتوها في حياتكم، واكيد انتوا بتعملوا سيئات من ايام الخديوي اسماعيل. وهناخد كام يا مختار؟ 100 جنيه كويس؟ في السنة؟ دي بتحسب على الجنيه بتاع الملك فؤاد. لا يا ستي، في الشهر. مختار عملت ايه؟ اتكلمت معاهم بس ماسكين على باكو. وطي صوتك. لا هم 10 جنيه كويس قوي. 10 جنيه ده ايه؟ انا هضغط عليهم لحد 500. هم 5 جنيه مش هدفع غيرهم في الشهر لكل واحد. ما ينفعش ما ينفعش. 200 جنيه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله. والنبي الله يخليك ما الاقيش خرابه هنا فيها شويه عيال. يا عم كان في واحد وصف لي خرابه هنا فيها عيال صيع كده ومتشردين، الخرابه دي الاقيها فين الله يخليك؟ خرابه؟ مش عارف هو قال لي في الشارع ده. هو حد مودي البلد في العيالات دول؟ في ايه؟ هو حد مودي يا محمد ايه ده؟ اوعى. طب بص يا عم عوض، باريزه في اليوم حلوه قوي، وبعدين دي سبوبه حلوه كلنا هنسترزق من وراها وناكل من وراها عيش، ما تبقاش اناني بقى وعايز تاكلها لوحدك، وبعدين احنا هناكلك ونشربك ونلبسك وهنروقك اخر روقان، خليك قريب مني شويه بقى. بص بقى يا مدحت. يا مدحت. في مانع؟ ماشي. انا قربت قوي ومش هنزل عن كده. طب نقسم البلد نصين يا عم عوض، شلم عليا وشلم عليك، قلت ايه؟ بعدين ما تنساش هنعلمك وندي لك شهاده. شهاده؟ طب اسكت بقى. والله يالا انت هتضربني انا ولا ايه؟ في حاجه؟ ماشي. مش مكسوف من نفسك وانت بتقول شهاده؟ طب انت عملت ايه بالشهاده؟ عندك حق والله يا عم عوض. طب اقول لك ايه بقى عشان ما نقتتش بعضينا اكتر من كده، اخر كلام هو شيلن وعلبه سوبر ومشت كبريت، ماشي؟ يلا خلص بقى علشان السبوبه ديت انا قلبي حاسس انها هتتنظر. ماشي سلام. بقول لك ايه، اما تروح تجيب العيال صحابك ما تهزقنيش بقى قدامهم وتقول لا ده مدحت والحركات ديت، عايز يبقى لي كرامه كده في المنطقه، ارسمني رسمه حلوه. طب ماشي يلا نخمس. خمس دي كلها 3 على بعضيها، خمس ايه؟ اعتبروها 2 اعاره، اعتبروها عقد عمل، هتاكلوا وتشربوا وتلبسوا هدوم وتروقوا اخر روقان. ها ايه رايكم؟ يعني حكايه كده سبوبه حلوه كلنا ربنا هيكرمنا فيها. ما تقولك يا عم اجلسيه. والله المسائل دي ما تتاخدش قفش كده. قفش؟ مدحت. استاذ مدحت بقى عيب كده الله. بصراحه بقى اجلسيه بيتكلم صح. اجلسيه بيتكلم صح؟ يا امك. طب هات السيجاره. ما تقول حاجه يا عم حمامه، ما انت داير طول النهار كعب داير على رجليك، اخبار اهلام جمهوريه، وفي الاخر بترسى على جوز جنيهات. وكمان منزولين. وكمان منظولين اهو. قلت يا فنديه نتكل على الله بقى ونشوف السبوبه الحلوه ديت عشان ربنا يكرمنا ونرزق من وراها كلنا. يلا بينا. ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ايه على فين يالا انت وهو؟ انتوا ايه هتعزلوا ولا ايه؟ اقعد يا بت، اقعد يا اقعد. ايه ده محمود المليجي بتاعكوا ده ولا ايه؟ مين ده؟ ده دنجل. دنجل؟ والله العظيم. ايه مش عارفني ولا ايه يا روح امك؟ انا مش واخد بالي يا باشا. ابتدينا في تعالى يلا هنا. هو بيمد ايده ولا؟ تعالى. لا انا ما بمدش ايدي، انا بتكلم ببقي بس بالراحه في الاول. شوف يا معلم دنجل، الموضوع باختصار ان في لقمه عيش جايه لنا كلنا كده بالصلاه على النبي، عايز تعض معانا فيها اهلا وسهلا، مش عايز تعض شفنا ونشوف مصلحتنا احنا. يا السيجاره دي فيها نيكوتين. لا هات سيجاره معاك. ما فيهاش نيكوتين اللي هنا؟ لا. ما دي فيها نيكوتين برضه. هات بس سيجاره. خلي بالك دي فيها نيكوتين برضه. هو ايه بقى الموضوع بالظبط؟ الموضوع بالظبط يا باشا ان احنا الله لا متهيألي يعني الاخ اللي ورايا بالنسبه لتكبيرتي على الحاجات ديت، شفت ده عمل، مش احنا بيننا هنشوف ايام سودة. ايه اللي انت جايبه ده يا عبد الجبار؟ ايه تموين المدرسه، العيال الصغيره لازم تتغذى زين. جايب معزه وخروف وجاموسه. دي مرتين. انت متجوز جاموسه؟ ايوه. ايه اللي هتقوله ده؟ الدكتور عياده جاي ورايا.
برافو عليك يا دكتور عياده. ايه يخرب بيتك. عباده هات 30 جنيه بسرعه. ليه؟ يلا بقيت الحساب بتاع الراجل اخلص. يا جماعه فين المدرسات والمدرسين والولاد؟ الولاد جايين حالا. مدحت مديهم ميعاد هيجيبهم ويجي. ميعاد فين؟ تحت الكوبري. يلي عالدرع حول عالمالي، أنبوبة على أنبوبة، أنبوبة على أنبوبة، أنبوبة على أنبوبة، ربنا يكرم في السبوبة. يا عم ما عندكش حجه. الدخك والاولاد المدرسه كده كملت. ممكن بقى تسلمنا الفيلا؟ يسلمك الفيلا ايه؟ في مدرسه من غير هيئه تدريس؟ امال انا هشرف على مين؟ 65 68 66 72 تعال خليك انا هطلع لك ايه ده جايب 72 واحده؟ لا ده سنهم. مختار. ايوه. تفتكر دول ممكن يكملوا معانا لاخر حصه النهارده؟ لا ده انا منقيهم على الفرازه، دول هيشتغلوا معانا من اول السنه لحد اجازه نص السنه. بعد كده هيتغيروا واجيب طقم جديد شايله في الانعاش على اقل من ده. مين دي؟ دي أبلة محاسن مدرسة الألعاب. لا اله الا الله. ايه النسوان الغريبه دي؟ المدرسه دي ولا بتمشي؟ اشربي اشربي يا حاجه ميمي، شويه شيح يستاهلوا حنكك. ربنا يزيح عنك وعنا جميعا يا رب. اشرب يا ست وفاء، اشرب يا محاسن. الا قولي لي يا محاسن، انت جايه تدرسها ايه دي؟ ايه دي؟ رفع اثقال يا وليه؟ جايه تدرسي ايه؟ ألعاب رياضية. العاب رياضيه. العاب؟ انت مش قادره تنطقيها، تدرسي العاب. العاب عليك يا شيخ، لا حول ولا قوه الا بالله. يا نسوم لا والله انت فيك الرمق. عبد الجبار عجب لك. اللي بعدها. تعالى يا حجة، على مهلك يا بركة. واحد ايدك يا حجة. النجاح ان شاء الله. ما تنفعش. فشل ذريع. ايه يا دكتور؟ ايه ما تنفعش؟ انت لسه سالتها عشان تقول ما تنفعش ولا تنفع؟ حرام عليك يا اخي، ست عندها ضغط عالي وداخله في كوما، ليه تحبطهم كده في بدايه حياتهم؟ بص يا مختار، ارجوك ما تتدخلش في شغلي، ده تخصصي. اتفضل يا بركة، ايدك على ايه؟ اتفضل. 6 اعتماد. عليكش حاجه بقى الست اعتماد بقى، الست اعتماد دي على الاقل تقعد لها ترمين قبل السر الالهي ما يطلع. اتفضلي يا عودي. ده على بال ما تقعد يكونوا العيال اتخرجوا من الجامعه. دكتور عيادة، في واحدة بره جات لها نوبة الربو، أقول لها تروح النهارده وتاجي بكرة؟ دي لو عاشت بقى لبكره. قولي لي يا اعتماد، هل سبق لك التدريس قبل ذلك؟ ها؟ هل سبق لك التدريس بعد ذلك؟ ها؟ دي ما بتسمعش يابا. اللي ما بتسمعش ايه؟ دي بتسمع ودنها كده فوق النمره 1. طب ده انا مره قلت لها صباح الخير، قالت لي وانت بالصحه والسلامه. طيب ده في السمع مفيش مشكله خالص، بس هي ممكن تجيب لي العيال الضغط الحقيقه يعني. ده انا اللي هيجيني ضغط. اتفضلي. فيه 3 جايين على الإعلان. يعني مش تبعي.
انا ارفض. ليه بقى؟ لا، احنا عندنا مبدأ تكافؤ فرص. اتفضل يا استاذ عباده. دخلهم لي هنا. اتفضلوا. ده احنا هنشوف ايام سودة. ما انت معانا. كل واحدة تقول اسمها ومهنتها. رشا عبد الموجود، سميع عيابي، نوال حازم مذكور. رشا هم ايام المماليك كانوا بيسموا رشا. كيف يمكن الارتفاع بذكاء الطفل؟ يمكن الارتفاع بذكاء الطفل بثلاث طرق. أولا تنمية المعارف عن طريق الغير مباشر ووسائل الإيضاح. مبروك. أبلة محاسن بتاعت الألعاب طلعت تلعب مع مامتها. يعني أبلة محاسن تعيشوا انتوا. بتقول ايه يا عبد الجبار؟ كانت قاعدة تتمرن بره يا ولدها، تعمل تحت فوق، عملت تحت جاية تطلع فوق، السر الإلهي طلع. كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ كان لينا زمان شنا ورنا. كان مكتوب فين؟ كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ كان لينا زمان شنا ورنا. كان مكتوب فين؟ نغسل شرابات نشطب غيارات ونحن عيال صياع عندال عندال قال طول الليل نحكي حكايات يات. كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ كان لينا زمان شنا ورنا. كان مكتوب فين؟ أنا كل يوم في الصبحية أتبهدل البهدلة دي، أغسل ملايات أطبخ وجبات، أغسل ملايات أطبخ وجبات. ما عملتهاش في الكلية، ما عملتهاش في الكلية. كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ كان لينا زمان شنا ورنا. كان مكتوب فين؟ تعالوا لا تعالى ما تتعبنيش، جايين نسرح ونفلي. جايين نهنن ونسلي. ايوه واقول ثواب وهو متشلي اهو متشلي. يمكن في يوم يتمر فيهم، يمكن في يوم يتمر فيهم، ولا حد منهم قال خلي 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 فلي. كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ كان لينا زمان شنا ورنا. كان مكتوب فين؟ وصية سودا ومش عالبال، جايبنا احنا نربي عيال. لبط وشغل شوارعية شوارعية. طب ده احنا ناقصين تربية. ما تفتروش للنعمة تزول، ما نفتريش للنعمة تزول. ومن النهاردة أنا مسؤول، ومن النهاردة أنت المسؤول. يا ترجعوا الأيام الفول يا تصبروا وتبقى هنية. لولا الوصية، لولا الوصية، لولا الوصية لولا جينا يلا الغفار، ولا كنا تعبنا ولا شقينا. يلا الغفار، يلا الغفار. لا 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 امشي يلا.
كان مكتوب فين؟ كان لينا زمان شنا ورنا، كان مكتوب فين؟ كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ كان لينا ايه ده يا نيفين؟ انا عمري ما شفت مدرسه مناخوليا زي المدرسه دي. ايه ده، يبقى اصحابها كده شباب وزي القمر ويشغلوا كل اللي فيها عواجيز؟ طب ليه؟ مش عارفه، بس شفتي الناظر بتاعهم؟ شفتي حلو وصغير وزي القمر ازاي؟ لا لا بقى يا نيفين، ولا اللي كان على يمينه ده ابو عيون حوله يخرب بيته يجنن، مش ممكن. لا 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 لا، ما شفتوش المصيبه التانية اللي كان قاعد جنب الدكتور؟ سكر يخرب عقله. لكن انا برضو مش قادره افهم وهتجنن ولازم اعرف ايه سر انهم ما بيشغلوش غير عواجيز في المدرسه. تيجي نكلمهم. نكلمهم ازاي؟ انت عايزه نتكشف ولا ايه؟ نكلمهم كاننا معجبات. كاننا معجبات برضو. يا استاذ هشام، تليفون عشانك، تليفون. جرى نبيع يقول لكم خفوا التليفونات شويه. ليه التليفونات تقيله؟ ما خبرش. ده تكلم. الو، مين؟ طب احنا شفنا بعض فين قبل كده؟ مش هقولك احنا شفنا بعض فين. اصل انا الحقيقه انا معجبه بيك جدا. ممكن اشوفك؟ ها؟ لا لا، ما ينفعش خالص تجيني هنا. اصل انا بابا رجعي شويه وحمش بيخاف عليا. في واحده صاحبتي معجبه بمختار صاحبك، ممكن تكلمه؟ لا موجود، حاضر عينيا. لا مش انت، انا الو. ايوه الو. انا حظ امي دايما معاكوا كده. الو. ايوه انا صوتك يا هانم، صوتك يعني باردون كهربني، يعني انا بالكهرب دلوقتي. بس هو المشكله يا فندم ان انا على 110 فولت وانت 220 فولت، كان لازم تكلميني قبليها عشان اركب محول. الواد ده كان بيشتغل كهربائي قبل كده. يا عم كهربائي منجد، المهم شغال. اركب محول، اظبط الفولت، اتكهربت على طول كده. ده انت جريء قوي، وباين عليك كده بتاع اسطوانات من اللي هي. مدحت صاحبي؟ موجود اهو جنبي. ايه ده، وحياة ابوك اسمي جه في المكالمه، ان احسب انه هيتفك اسمي. يلا دي مش سامع حاجه. يا غبي كده، حاطط ودنك على ودنها كده بسرعه قبل المكالمه ما تخلص. ايوه يلا. هما بيقولوا ايه اول ما يمسكوا التليفون؟ قولوا الو يا حمار. ايوه الو يا حمار. حمار؟ مين اللي بيتكلم؟ انت مالك متلخبط كده ليه؟ ايه؟ مالكش تجارب؟ انا احب الراجل اللي ملوش تجارب. شفتك فين؟ مش هقولك. اموت في الشعر ده، في الجسم ده، في العيون دي، في التيب ده. التيب ده تيبي انا. وانت كنت شفتها؟ لا بس حاسس بيها. ودلوقتي كلكم على الفصول بنظام. يلا يا ولد انت وهو بنظام. عبد الجبار، لم لحمك يا عبد الجبار. عبد الجبار اربطها احسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لولا خرجت من الكشك مش هتعرف تلمها والله، انحرفت خلاص.
لبستني جلبية العار يا جلبهار، الرجاله نظروا صوابعك يا فجرة، دمي ياخدك موتك اللي نادي على قدك. يلا يا ولاد، كل واحد فيكم يكتب الحروف دي 5 مرات في الكراسه. يلا. ولا ما فتحتش الكراسه وكتبت ليه؟ ايدي وجعاني يا بيه. الهي لا يسيئك ويكرمك ولا يذلك قدام اللئيم ولا يشحتك ولا بطل كلام الشحاته ده بقى، انساه. اقعد اترزق، اكتب والا هكسر القلم على نافوخك. حاضر. يلا. ايه يا ابني مالك في ايه؟ ما بتكتبش ليه؟ اشمعنى اجلاسيه ما بتكتبش؟ وانت شايف اجلاسيه فاضي؟ انا من الوقت شغال قدامك اهو. اشتغل بذمه وضمير. انا عايزها مرايه، عايز ابص في الجزمه اشوف وشي. ورنيش في الحصه؟ ايه قله الادب والمسخره دي؟ انت قاعد في محطه مصر يا حيوان. قوم امشي يا ولد، امشي روح في تحتك. وانت مخصوم منك شهر. اهلا يا استاذ هشام. ها يا ابله، الولاد بدأوا يتعلموا؟ ها؟ الولاد بدأوا يتعلموا؟ ايوه، ودنهم كويسه. عقبال ودنك. طب نسمع حاجه كده. حاجه ايه يعني؟ مزيكا؟ ايوه مزيكا. قول معايا يا كريم. قمر له ليالي يطلع لم يبالي عالبستان ينور ويقول لي يا نينا. مدحت مختار، سمعتوا الخطه الجامده اللي بره دي؟ لا يكون حد من العيال حصل له حاجه. العيال في الفصول. تعالوا نشوف في ايه، ربنا يستر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اوه احلى حادثه شفتها في حياتي. أنا ممكن أتبرع لها بدم يا إخوانا. يا جدع سنة انت وهو. فوق يا ستي، انت يا زعما انت حلوه انت. هشام سيبها ما تفوقهاش. ليه؟ سيبنا نتفرج شوية. انت في مشاعري، في قلبي، في عينيا. بلاش عينيك، ما تضيعهاش مننا كلنا. انا فين؟ رجليا الظهر حصل لها حاجه، نزلني من فضلك. اتفضلي. ايه؟ انتوا اترشيتوا؟ بتقول نزلني مش نزلوني. مش جمع مذكر سالم، مفرد مذكر جدا. تعال. يا جدع ايه الانانيه دي يا اخي؟ اتفضلي. اوعى. الله اوعى ايه اتفضلي يا هاني. على مهلك كده هتقع. اسمها نانو خلي بالك عشان الضرايب. يا دي التوهوب. انا بقول لك ايه؟ تعال. في ايه؟ يا هشام انت ماسك ايدك. وقف انت هنا. ستوب. ممنوع. ايه الممنوع؟ ايه؟ ممنوع. مفيش في قلبك رحمه انسانيه يا اخي. ما عندكش رأفه؟ الست عامله حادثه وتعبانه. ممنوع برضه. وقف. طب مش هي بس اللي تعبانه، انا تعبان يا اخي. الهانم تدخل القصر، انتوا تخرجوا منه. بيقول لك لازم تكون فوق ال60. ايه فوق ال60؟ ما هي دوب كده 62 سنه. يا راجل هو ده بيفهم حاجه؟ دي 80 سنه قدام. دي ماتت. الوليه بتفرفر في ايدي، حرام عليكم. ندخلها تستريح بس شويه. ماليش في الكلام ده. ممنوع يعني ممنوع. ممنوع ليه؟ ما خبرش. لو سمحت وصلني البيت. يلا تقول وصلني مش وصلوني. مفرد جمع سالم. يلا يون مفرد جمع سالم. ايه ده هشام بقى قوي قوي في اللغه العربيه. بس على الله يرفع راسنا في اللغه العاميه. الو، مدير المنطقه التعليميه. صباح الخير يا فندم، انا اوران المحامي. ايوه بكلم سيادتك بخصوص المدرسه الجديده. هو اي حد يعمل مدرسه يا فندم لازم يكون عندهم خبره في تربيه النشء، خبره في التدريس. دي مصيبه يا فندم،
كارثة قومية. لا لا لا، لازم سيادتك تيجي تشوف الولاد بنفسك. جيل كامل هيتخرب يا فندم. دي حصة انجليزي. لما تيجي تنادي على المدرس بتاعك في حصة الانجليزي تناديه بالانجليزي، مفهوم؟ اقول يا استاذ. مس مختار يا جاهل. ايه ساعة في الحمام؟ اسكت، ده في مصيبة. مصيبة؟ اكتبوا اي حاجة لحد ما اجيلكم. عارف عم قرني كان بيكلم مين في التليفون؟ مين؟ ايدك بقى. استاهل. وعلى كده الواد مختار عرف ولا لسه؟ ولا ما يعرفش، ادي احنا هناخده معانا وخلاص. فرحان قوي انا يا اخي. الحياه الناشفه اللي عايشينها في المدرسه الناشفه دي خلوني رايح الميعاد وانا طري قوي. طري؟ يعني وانا طاير من الفرحه. بس يا رب يطلعوا حلوين. لا اكيد هيطلعوا حلوين، بيبان من الصوت يا عم. بنت بتكلمني في التليفون صوتها زي الكروه. ولا ممكن ما يطلعوش حلوين، ولا على السواد اللي هنشوفه. ايه ده؟ قاعدين تدلعوا مش عارفين ايه اللي بيحصل من ورانا. قرني بيلعب لعبه كبيره قوي. لعبه ايه؟ وبعدين بقى يا اخوانا ما تفضوها السيره وخلونا في اللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه؟ رايحين نقابل بنات. لوحديكم؟ لا لا لا، لوحدينا ايه؟ احنا الثلاثه مع بعضينا. البنت بتاعتي بتكلمني قلت لها عاوزه اقابلك، بس هاتي صاحبتك معاكي عشان اصحابي الصبيان. اسمع بقى، هسرح لك بقى واحده لا لا بس. لا، اثنين ثلاثه. اسمع، هسرح لك تسريحه بقى تخليك زي القمر، تسريحه مايكل جاكسون. اتنين ليمون. الليمون. اتنين ايه؟ اتنين ليمون. اتنين ليمون. انا مش عاوز احكي لك كل حاجه عني علشان ما تنقهريش. انا الحقيقه لفيت 3/4 بلاد العالم، وفي كل بلد كان ليا شقوات يعني مع البنات والستات. لا بس الحمد لله دلوقتي خلاص هديت. انا كانسان رومانسي يعني عاطفي، بعترف لك يعني اني كان ليا تجربه قبل كده، بس التجربه دي فشلت. ليه؟ فرق السن. هي كانت اصغر منك؟ بكتير بكتير، كانت عيله يعني. صحيح يا مدحت لفيت الدنيا كلها؟ الحمد لله انا ما فيش بلد ما رحتهاش. يعني على سبيل المثال يعني رحت بريطانيا، رحت انجلترا، كنت اتخنق من بريطانيا ارجع انجلترا، اتضايق شويه من انجلترا ارجع بريطانيا، وهكذا يعني. طب قولي اكتر بلد استريحت فيها ايه؟ صملوط. صملوط؟ هي بس اللي تعبتني اللغه. هما بيتكلموا ايه؟ صملوطي، وانت عارفه ثقافتي دمياطي. مدحت تحلف لي اني اول واحده في حياتك؟ طبعا احلف لك، لان الاولانيه ما تتحسبش خالص. ليه بقى؟ يعني اكتشفت اساسا انها كانت راجل وبعدين عملت عمليه. وبقت ست؟ لا بقيت ارجل من الاول. انا عندي في المدرسه شويه مدرسات امارات. احكي لك ولا تغيري؟ لا احكي لك. عندك مثلا مدرسه الموسيقى، مالها بقى ان شاء الله؟ حركاتها قرعه كده ومكشوفه، كل ما ادخل الفصل تخلي الولاد يغنوا لي قمر له ليالي، وتقعد تغمز لي من تحت النضاره كده. ياه، دي بانها واقعه فيك بقى. طبعا واقعه على الاخر، بس انا ما بعبرهاش، اصلها سئيله. يا سلام، سئيله؟ هي مش سئيله، هي رخمه، غتيتها يعني كده. طيب سيبك بقى من ده كله. حلوه؟ طبعا، شرط اساسي لاي مدرسه عندنا الجمال طبعا. والمدرسه عندنا بقى ما بيزيدش سنها عن 22 سنه. لا 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 يا هشام، كده بقى انا مش هبقى مطمنه عليك. بعدين مدرسه الموسيقى الثقيله الدايخه دي تخطفك مني. تخطفني؟ انا بقى عندي مناعه ضد الصنف ده بالذات. وليل ونهار بيرسموا علينا، وعليا انا بالذات لان الاقبال زايد عليا شويه. بقى كده.
لوحدينا ولا حدش كدينا وجينا لوحدينا يا واد يا واد يا واد يا ولي انا العليل والسد ما تخلع السواد يقعد يخرب مطرنا كده يصدر الباص يا خدي وحشتني قوي يا فاكر يا واد فاكر عمري ما هنسى يوم الاثنين يوم ما تقابلنا احنا الاثنين تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى 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 نعوض كل دقيقة تعالى 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 نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى انت بتغني يلا كريم يلا خلاص يا استاذ مدحت اخر مرة هغني. لا اخر مرة ليه؟ اوعى تقول اخر مرة دي هتبقى اول مرة ومش هتتقطع تاني ان شاء الله. اسمع يلا غني لي الاغنية دي تاني كده. وحشتني لا غنيها كده زي ما تكون يعني ايه اخد بالك واقف قدام ناس. غنيها كده. وحشتني عدد نجوم السماء الصلاة على النبي. هناكل بغاشة يلا هناكل انا ابن حلال انا ابن حلال يلا ان انا وقعت في طريقك يلا انا ابن حلال ان انا بص اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك. حاضر. بالليل بعد ما العيال كلها تنام عايزك تقابلني هنا في الجنينة بس الكلام ده راجل لراجل. السر اللي بيني وبينك ده ما يطلعش لاي مخلوق ولا الاقرب صاحب ليك فاهم؟ ناس كلامها وناس قلوبها وناس كلامها وناس قلوبها ده وناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا وناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا كده 3 اكوام مظبوطين 100 100 حبيبي كركرت يا حبيب قلبي يا وش السعد عليا صباح الفل. خد يلا بشرق نفسك بس اوعى تقول لحد علشان السبوبه ما تتنظرش ها. خد لا ده كتير عليك ده عشان ما تفسدش مني. خد عشان روق دمك اخر روقان ها. لازم تروق العيال ما تحرمش العيال من حاجه. انت يا ولد اللي نايم على روحك. ايوه يا استاذ. فين كراستك؟ ما عملتش واجب ولا ايه؟ لا يا استاذ. كده؟ طب استلقى وعدك بقى. يا استاذ مدحت افتح ايدك يا ولد. يا استاذ مدحت تستنجد في الاستاذ مدحت اضربك. ايه انت مالك ومال هلا الله ايه يا اتش مش كده. الولد نايم على روحه طول الحصه وما عملش الواجب. انا مش فاهم كان بيعمل ايه؟ كان وراه ايه؟ ايه وراه ايه يعني؟ الله تلاقيه كان بيذاكر طول الليل. الو. ايوه يا نديم عاوز اشوفك النهارده. عندك ايه؟ انت مش قايله لي انك فاضيه؟ الساعة 11 ما ينفعش. هو انت مش عندك حصص؟ امال التنابله اللي عندنا دول بيعملوا ايه؟ اديهم حصص زياده. هحاول. انت لوطي كده مش عايز تشن في حصتين يا ناس. يا خبي بقول لك عندي ميعاد. يا جدع بقول لك البنت بتاعتي مقطوعه في الشارع. ما انا الموزه بتاعتي ملطوعه راخر في الشارع. تسيبها ملطوعه الموزه بتاعتك ممكن مدحت مختار حبايبي اصحاب عمري انا واقع في ورطه كبيره قوي ومحدش هيشيل لي غير كليه طلب واحد. طلب ايه؟ اصل انا لازم اروح المنطقه التعليميه علشان في ندوه لدراسه الاساليب التربويه الحديثه فحد منكم ياخد الحصه بدالي. لا ما ينفعش الكلام ده. مصر كلها باصه للميعاد بتاعي. لا اله الا الله ايه اللي بيحصل يا اخوانا؟ لا ما هو الحب لما بيتنظر وبيتنقى عليه بتقل بركته. انا بقولها لكم وكتاب الله انا قلبي حاسس هروح الاقي البت يا بيتها وقع يا اما اتحرقت. مختار حبيبي الواد ده خايب طول عمره وندل. طبعا انما انت اندل منه. استاذ مدحت. نعم يا حاجه. لو فيها سؤالة يعني انا عاوزاك يعني تاخد الحصة بدالي لحسن عندي ميعاد مهم قوي. ميعاد انت كمان اللي رايحاه. استاذ مدحت طلع القرافة يا ابني. يا الله الحق الثانيه كمان يا استاذ مدحت. ايوه ياما. بقول لك ايه يا ابني؟ ينفع تاخد الحصة بتاعتي النهارده؟ انا رايحه القرافه انت رخره؟ هروح اعمل القرص بتاعت القرافة. احنا نعمل الخارجه من هنا يا اخوانا. ايه الحكايه النهارده؟ غريبه. كلكم عاوزين تسيبوا المدرسه وتروحوا؟ لا ما نقفلها احسن بقى. ايوه نقفلها. دي عشانك يا حمار. بتبرطمي تقولي ايه يا نينا؟ مفيش اعتذارات ومحدش هيروح بقى خالص. ولا انت ولا انا. استاذ هشام عاوز انت الرغم.
شوفوا لي حد النهارده يقعد بدالي على البوابه. حاكم المدام مرتي رايده تتفسح، هاخدها جنينه الاسماك عشان نفسها تشوف الفيل ابو زعلوبه. بقول لكم البنت مستنياني في الشارع. خلاص يا استاذ مختار، ما تزعلش يوحك يا اخويا، ما دام انت مش هتيوح تبقى هي كمان مش هتيوح. افتي يا اختي، خرفتي والسن بان عليكي. يا غبي يا حول يا استاذ مختار، صدقني. طيب خبر ايه يا كريم؟ عم عبد الجبار، ايوه اديني شوكولاتايه من انهي يا ولد؟ من الكبيره قوي دي. من الكبيره قوي دي؟ ولا يا كريم جبت الفلوس دي منين؟ عم عبد الجبار، ايوه يا كريم. ادي كل واحد فيهم شوكولاتايه، خلي العيال تاكل وتنبسط. تعال تعال بالاذن يا اولاد. تعال كريم. بقول لك ايه يا ولدي، انت جبت الفلوس دي كلتها منين؟ جالي عقد عمل في البحرين. ايه عقد عمل؟ تعرفش تجيب عقد عمل لعمك عبد الجبار؟ هتشتغل هناك ايه؟ ما خبرش. يا الدولارات الخضراء اللي بترفرف عليك يا ابو مدحت، يا الخضار اللي هتشوفه، يا الايام الخضراء اللي بتشوفها يا ابو مدحت. اللهم لك الحمد والشكر. انا ابن حلال، انا ابن حلال وغلبان، وربنا عوض صبري خير. ربنا يخليك ليا يا كريم، ده ربنا بعتهولي من السما. ربنا يخليك ليا يا كريم. ايوه مين؟ افتح الباب. ايوه حاضر جاي. افتح الباب. اوعى حد يخش، انا بقلع هدومي. اوعى حد يخش. افتح. في ايه؟ الله ايه ده انا مخطوف ولا ايه؟ في انا منك له؟ في ايه؟ استاذ مدحت، فيها اللي نخفيها. ايه يا اخويا؟ فيها اللي نخفيها. بقول لك ايه، انت لو ما خدتناش معاك يا حلو يبقى انت بتخرب على نفسك. والله بخرب على انتوا يا عيال بتكلموني كده ليه؟ انتوا ماسكين عليا صور ولا ايه؟ بقول لك ايه، من الاخر كده كريم قال لنا على كل حاجه. لو ما رحناش معاك زي كريم هنفضحك. على بعضك حلو والاحلام خجل بعيونك، تزعل او ترضى شوكك عين اللي يحسونك، كلك على بعضك حلو والاحلام خجل بعيونك، تزعل او ترضى شوكك عين اللي يحسونك، وجهك طولك قلبك كلك على بعضك على بعضك على بعضك. ايه يلا سقف معايا. عمري من عمرك حبيبي مشينا عيونك يهون، انت اغلى الناس عندي، حبك عدت جنون، يكفينا عيونك الحلوة تشوفني وتسأل علي، تضحك الدنيا بعيون، والسعادة تزيد فيا، وجهك طولك قلبك كلك على بعضك على بعضك على بعضك. شكرا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الولاد نايمين في الفصل وانت نايم كمان؟ ليه؟ نايمين ليه؟ كانوا فين؟ سهرانين فين؟ هنسهر فين طبعا يا هشام؟ يعني هنسهر في كباريه ولا ايه؟ تهزر! مش بهزر، انا بضحك معاك. والله يا استاذ مختار انا مش عارفه ايه اللي بيحصل للعيال ده. بقوا يناموا كتير قوي. قلت لهم 100 مره بلاش الحليب للعيال، بلاش الحليب للعيال. هو فنجان قهوه مظبوط العيال ياخدوا قبل الحصه دماغه تبقى صاحيه. بس للاسف مش عايزين يطوروا التعليم، والاستاذ هشام مش مصدقني.
والله عندك حق. تعالى، انا عايزك. تعالى، تبين عليك خرمان، مش خسارة فيك. خد، قول. هو جايب لك قرار موضوع كبير قوي. يا رب يكون اللي في بالي يا رب. قول. عارف العيال بيناموا في الفصل ليه؟ هو ليه؟ فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها؟ طب 3 بالله العظيم اللي جاي على قد اللي رايح. نقطة. بتتكلموني دلوقتي عن النقطة؟ ما تسألوا صاحب المحل. وبعدين تعالى نحسبها مع بعضينا. اصحوا معايا بقى علشان ما نشكش في بعض بعد كده، عشان اللقمة دي اتنظرت وهنشوف أيام سودا كلنا. ادي صندوق النقطة. ادي صندوق النقطة. قبل ما الصندوق بيتقسم 3 تلات، الأول حاجة بيطلعها صاحب المحل عرق التاكسيات اللي هي بتجيب الزبائن لحد المحل. يبقى إذا الفلوس اللي في النقطة بتتقسم إلى 3. تلت بتاخدوا الفرقة. معايا دنجل؟ وبعدين؟ ايوه يا اخويا. التلت التاني احنا اللي بناخده. التلت بتاعنا اهو. التلت التالت اهو صاحب المحل. وادي التلت بتاعنا اهو. استاذ مدحت، هل تعامل الرقاصه معامله المطرب؟ اه طبعا كله زي بعض. والفول اللي كنت ببيعه فلوسه راحت فين؟ ده انا ملمع يجي 90 جوز جزمه. زي ما فهمت والله. الفرقه 2. صاحب المحل 2. واحنا 2. اكتبوا ده واحفظوه 10 مرات عشان ما نقلش ادابنا. اخر مره هقولها. خلصنا بقى خالص. ايه يا فندم اللي بتعمله ده؟ ايه ده؟ دي محاضره للعيال عن الاستنساخ. وايه النقطه دي؟ ما هي دي النقطه اللي هي فيها الاستنساخ. يعني الانسان ممكن يبقى ثلاث حاجات. بس دي ناقصه. ناقصه ايه؟ النقطه صاحبها. يا مختار في ايه؟ صاحبها. في ايه يا مختار؟ في ايه؟ انت سايب حصتك وجاي لي ليه؟ نون فتحه نا، صاد فتحه صا، ب فتحه با، تبقى ايه يا ولاد؟ مصابة. ايه يا مختار؟ ايه السياح اللي انت هتعمله قدام العيال دي؟ مش عارف اشغلها بعد كده. اهدى شويه. ما انت عامل لي فيها امبريزاريو بقى، وبتاخد العيال تسهرها ليالي الملاح. بقول لك ايه، عيب يا مختار الكلام ده ما يتقالش قدام العيال. عيب. وانا مش هسيب الشغلانه دي الا لما اخد عرقي. عرقك ايه؟ هو كل واحد يقول لي عرقي؟ احنا شغالين في عز الحر هنا ولا ايه؟ ايه عرقي؟ عرقت في ايه انت في الحدوته دي؟ شوف يا حبيبي، انت امبارح طالع باكتر من 3000 جنيه، تنصص معايا عشان اسكت واعدي المساله. الله 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 الله. ده انا بتراقب بقى. ده انا بتراقب واللقمه اتنظرت والسبوبه هتضيع مننا. ده انا بتراقب ومش هعرف اعلم العيال ديت حتى تلت التلاته كام. بلاش السياحه اللي بتعملها. لا نعمل سياحه لانك بتتكلم كلام غلط. فلوس ايه اللي بتاخدها وانت مفكرني مين؟ صاحب المحل؟ تعالوا نتكلم بره. انت ليك ايه في العيال دي عشان تقاسمني فيهم؟ العيال دي اوعى تنسى ان انا اللي لفيت مصر كلها خرابه خرابه لحد ما لميتهم. انا كنت قاسمتك في النسوان العواجيز اللي انت كنت جايبهم يدرسوا. ما هو لو كانوا قبلوا في المدرسه كنت هقسم معاك. انا قلبي حس ان السبوبه دي اتنظرت مننا. قلبي اتخطف من السبوبه دي خلاص. والله العظيم لو حد عرف باللي احنا بنعمله ده هروح في داهيه انا وانت. مين بس هيعرف غير انا وانت؟ ها الكباريه بتاع النهارده ايه؟ بص يعني عامله ازاي. خلاص اتنظرت السبوبه. يا السبوبه المنظوره. يلا اوبا يلا اكبر جامد اطلع قوي اطلع يلا اطلع فوق شدي يلا زهر اطلع خش يا وش السعد خش. يلا تعالى خشوا بقى. يلا عملوه. خش انت كمان. خش مش ناقص نصايب انا. خش واسمع الكلام عشان ما تبوظش الليله السوداء دي. خش. وانا مش عارف انت ايه اللي هيسهرك معانا. انت هتسهر انت معانا انت؟ اخاف لا تنام والله. ولا مدحت العيال دي ها؟
العيال دي لو خدنا احنا الفيلا ما نسيبهاش. احنا ممكن نقلب الفيلا دي كباريه. كباريه ايه؟ كباريه ايه اللي بتتكلم عليه؟ انا في دماغي مشاريع كبيره قوي، العيال دي انا ممكن اعمل بيها احلى شغل في الحياه، بس هشام وعباده هم اللي واقفين لي زي اللقمه اللي في الزور. انتبه للشغل بقى، الواد كريم بيعمل نمره كده. الدنيا بحالها معانا وبص معايا بص، الراس حلاوة الليلة والمغنى نص نص، الراس حلاوة في يالا دي انا عارفها كويس قوي، عارفها كويس قوي. يا ساتر على البق بتاعك، انت هتشتغلني يالا ولا ايه؟ وانت كل واحده تشوفها تقول انا اعرفها؟ انت عمرك في حياتك شفت واحده عدله زي دي؟ دي عزيزه. شباك الحلو شبكنا وشباك وشبك في شباكنا، شباك الحلو شبكنا وشباك وشبك في شباكنا، الهوا من غير ما نحس خلانا نزيد ونخس، ده الهوا من غير ما نحس خلانا نزيد ونخس، شبكتنا الحلوه القطه بتغمز لي. انا عارف غمزتها كويس قوي. ويعني عشان بتغمز لك يبقى انت تعرفها يعني؟ طب ايه رايك بقى ان عزيزه ديت بتغمز لطوب الارض في الكباريه، بقى لها سنتين هنا ما سابتش عيل صغير الا وغمزت له. انا عارفها كويس قوي. وانا عبيط عن عزيزه؟ عزيزه مين؟ عزيزه اللي هي السبب طلعي من انوش. ما بلاش اللون ده معايا، لما انت نويت تتجوز ليه بس تعملها حكايه؟ دي اللي كانت شغاله؟ هي كانت شغاله. كانت شغاله. علمتك ما تعلمتش، كلمتك ما تكلمتش، وقابلت اخويا يا ابن الايه؟ من يوم يا روحي ما شفتك وانا قلبي ساكن قلبك، وبعطي ربي بقول لك هقضي عمري جنبك، يا سيدي يا حلوة يا سيدي، هعيش انا عمري وروحي لك، بحبك بعزك محتاج لك وروحي لك احبك. بس انا فهمت كل حاجه. عزيزه بعد ما فقدت الامل فيا اضطرت انها تتلطم في الدنيا، تدور وتلف، واشتغلت رقاصه عشان تنسى حبها الاولاني اللي هو انا. الله انت هتعمل لي فيها فيلم اللص والكلاب يالا ولا ايه؟ هتعمل لي فيها شكر سرحان؟ لا بقول لك ايه، بلاش تكمل اللبن عشان اللبن الظاهر بيقلب معاك بغم ولا حاجه. هشرب. دلدقت على نفسك. عزيزه، هي عزيزه. دي انا عايزه حضرتك. عايزاني انا؟ لا البيت. عشان انا؟ لا مدحت قلبي بيدق يا مدحت، قلبي بيدق. برتجف. اصل انا ما شفتش عزيزه من ساعه لما خدت 7 غرز في دماغي يوم ما ظبطتني انوش. ادعي لي. طب ماشي. ادعي لي. بلاش الكلام ده قدام العيال عشان ما نفتحش عليهم. روح اتكل على الله انت بقى. كلك ذوق كلك حنية حلو وكلك ذوق. مين اللي فاضل ما خدش عوض؟ خد عوض. معلش يا فندم، بعد كده كل واحد هياخد فلوس يمضي عليها على وصل. معلش عشان الشغل شغل. خد يلا انت كمان. من خدت يا استاذ مدحت. يا راجل انت اللي شايل الشغل كله، الراجل ده اللي شايل الشغل كله. الله ده طلع يعرفها بجد. الله. يا حليم يا عندليب اشرب. نار يالا. مالك في ايه؟ هموت عليها بنت اللذينه دي. على فكره انا النوع ده ما يشدنيش. ليه؟
عشان انا ما بيشدوش. انا جماعكم النهارده فنديه لامر في منتهى الخطوره. النقطه بقى لها 3 ايام معجزه، وبعد التحري والتقصي عرفت ان حكايه النقطه معجزه ليه. احنا ما بنشتغلش بضمير زي الاول، في ناس بتنشز معانا وما بيردوش بحماس. كريم دلوقتي هيغني وعايزكم تردوا عليه، هنعمل بروفه صغيره كده علشان النهارده بالليل لما نشتغل باذن الله ربنا يكرمنا اخر كلام. خلاص يلا. الحق عليه الحق عليه الحق عليه. بالراحه بالراحه، حد يسمعنا السبوبه تتنظر، والله هنتنظر. بالراحه علشان ما حدش يصحى، واحده واحده ماشي. يلا. الحق عليه الحق عليه الحق عليه الحق عليه. هو اللي خان مالوش امان، هو اللي ظلمني في عيل بينشز في عيل بينشز في عيل بينشز أهو، طلعك. أنا مش قلت. طب ما قلتش حاجه؟ طب ما تتكلمش، خليك قاعد. ايوه وقف! رايح ابو جبار، ما تفتحش على طول ليه؟ مين اللي معاك ده؟ ده صديقي الحاج عبد الغفور البرعي، مدير المنطقه التعليميه. المدير امال اهلا مرحبا يا خال. ايه الرجال الخير عادي؟ ايه مين؟ يا قرني بيه يمشي ده؟ ايه يمشي وما يمشيش ده؟ برضه هتكشفوا على اصحابي؟ تعالى يا حاج عبد الغفور، ده شيء غريب، ده من احلى الحجاج اللي في الدنيا. يا ليلة غبرة، الحاج عبد الغفور بيتباص من خشمة. ايه اللي بيحصل ده؟ الحق عليه هو اللي خان مالوش امان، هو اللي ضربني وجرحني في قلبي. الحق عليه الحق عليه. بص اهي ده بقى الغلط بقى. الحق عليه الحق عليه. يلا يلا، دي هي اللي بتجيب النقطه يابا، فاهمني؟ يلا نقولها بقى. الحق عليه الحق عليه الحق عليه. يلا بالراحه بالراحه، قول يلا بس بروفه كده. الحق عليه الحق عليه. يلا ايه اللي بتعمله ده يا بنت؟ بلادي 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 لك حبي. امبارح عيل الصبح كان بينشز فيهم في الطابور، فبحاول احفظهم النشيد من اول وجديد. هشام ده يا عبد الغفور، تعالى يا عبد الغفور حبيبي يا عبد الغفور، ده من اعز اصدقائي. كان عايش في انجلترا بقاله 2.5 شهر بحالهم. تعالى يا عبد الغفور، تعالى يا عبد الغفور. عبد الغفور عايش 2.5 شهر في انجلترا وعامل كده؟ امال لو كان عايش 20 سنه كان راجع لنا عامل ازاي؟ عبد الغفور يلا يا اولاد، عايزكم تناموا عشان عندنا نمره بعد ساعتين، بعد ساعتين بالظبط. ها عايزكم تريحوا كده عشان صوتكم تعدل. يلا. ما قلنا ايوه. وقف وقف وقف. مين ده؟ ده صديقي عبد الصبور. ده عبد الصبور؟ عبد الصبور نعم بيه. شكله ما تجيش عبد الصبور. صبور قوي. دقيقة واحدة. اهلا يا عبد الصبور اخوي. ويلكم. يمشي ده. اما اصحابهم ليه كتروا النهارده؟ ماشي يا اخويا. يمشي نمشي؟ يمشي. اتفضل يا استاذ. شكل ده عبد الصبور، ده يمشي تامر هيثم بكتير وقوي حماده. الواد هشام جايب معاه واحد صاحبه واقفين عليهم بقالهم ساعه. لا لا، انا ما احبش اللي يلعب من ورايا. مساء الخير يا جماعه. ايه بتبحلقوا كده ليه؟ عفريت طلع لكم؟ معقول يا عبد الصبور؟ في حلاوة في الدنيا كده يا عبد الصبور. عبد الصبور، ده واجب علينا يا عبد الصبور. بتكسف. كسفي اكتر. بتكسف.
في ايه؟ سرور. لا 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 لا، هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الحرمان اللي احنا عايشين فيه خلى العيال تنحرف؟ ده احنا داخلين على ايام سودة. يا هشام، خليك يا عبد الغفور، ما تقلقش يا عبد الغفور، راجع لك يا عبد الغفور. عاوز ايه؟ ما تروح تنام ولا تروح تقعد مع مختار؟ اصل انا معايا عبد الغفور جوه ساير جدا جدا جدا، وانا بحاول اهديه وهديه. ايه يا مدحت؟ في ايه؟ الله، قاعد مع الاستاذ عبد الصبور بفهمه ازاي يستعمل التليفون المحمول. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ واحد قاعد مع عبد الغفور والتاني قاعد مع عبد الصبور، اروح انا اقعد مع عبد الجبار بقى. انت ما عندكيش حصص يا استاذه ولا ايه؟ ايه؟ ما عندكيش حصص؟ يا ابني انا عندي حصه فاضيه. بلاش العصير ده، بلاش العصير ده، انت عندك سكر وضغط وذبحه، ده انت امراض الدنيا كلها فيك، ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه. يا ابني هي ايام بنقضيها. اللي قول لي يا ابني، ممكن اسالك سؤال؟ اسالي اسالي وخلصيني قبل ما تموتي مني، اسالي. يعني شاب زي الفل زيك كده قاعد عازب لحد دلوقتي ليه؟ ظروف بقى، يلا ربنا يسهل. ربنا يسهل. ربنا ياخدك. الله، بقول ربنا يسهل. يعني ما لقيتش واحده تحبك يعني ولا ايه؟ هو السن ده كله عينه مني ولا ايه؟ وانا موعود بالعواجيز يا رب. الو، ازيك يا مختار؟ وحشتني وحشتني. كانت ليله كلاس كلاس كلاس، احلى ليله في عمري. طب اسمع بقى، عايزك تفهمني كويس وتطرطق لي ودانك قد كده. اصل انا ببيض الشقه مبروك يا حبيبتي. وبعمل ديكورات ومزنوقه، قلت اميل على مين غيرك يفك لي زنقتي. محتاجه 5000 جنيه. حالا يكونوا عندك بعد سنه. سنه؟ قصدي ثانيه، لان بكره باذن الله يكونوا عندك. هتشتغلني؟ اجيب لك منين 5000 جنيه؟ انا بلاقي الفلوس ولا بسرقها؟ من النقطه اللي على قلبك قد كده. اقعد انبر بقى في النقطه لغايه ما اللقمه تتنظر والسبوبه تضيع مننا. اوكي، ما انا كمان مش كل يوم تنقطني 20 30 جنيه. انت عايز ايه بالظبط يا مختار؟ 5000 جنيه. مفيش 5000 جنيه يا راجل، ده الواد كريم اللي قد ركبتي بيكسب اكتر مني. انت مالك ومال كريم؟ كريم بيشقى طول الليل وبيشتغل، انت بتشتغل زي كريم؟ 5000 جنيه. اوعى، مفيش 5000 جنيه. يابا كلمتني في التليفون قالت لي انا محتاجه 5000 جنيه. انت بتشتغلنا ولا 5000 جنيه؟ مفيش 5000 جنيه. محمود مفيش ايش عشان هشام ما يسمعش اللي بيحصل ويخرب بيتنا كلنا. ما يهمنيش هشام، لا انت ولا هشام. بتغلط في الاستاذ. استاذ ايه ده؟ استاذك انت. الاستاذ ده عامل زي الساعه، لا بيقدم ولا ياخر. اللي خيره عليا، اللي خيره عليا بتغلط فيه. خيره عليك انت، ده انت زباله، انت وهو زباله. احنا الاثنين. استاذ هشام، انا زباله يا زباله. عاجبك انت كده؟ انت عاجبك كده؟ انا هقول كل حاجه بصراحه، هقول كل حاجه بصراحه، لان البيه بياخد في ايه؟ البيه بياخد العيال الكباريه بالليل يسهرهم ويخلي الواد كريم يغني ويلم من وراه النقطه. الاطفال بتاخدهم الكباريه. بالله عليا المجيد، اوعى تصدق الواد ده، مفيش كباريه، العيال بيروحوا نايت كلاب، ما فيهاش حاجه يعني. ده انا هوديك في 60 داهيه. علشان لا 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 يا جماعة، اللي حصل ده أسلوب غير تربوي. تربوي إيه يا دكتور عبادة؟ هم دول يفهموا في التربية؟ دول خلوها خل. يا جماعة في مصيبة تانية. قول. ما انتوا ما بيجيش من وراكوا غير المصايب. مدير المنطقة جاي بكرة، يا إما يدينا التصريح يا إما هنرجع الشارع تاني. بس تبقى هي دي اللحظة اللي لازم تنسوا فيها كل خلافاتكم علشان ناخد التصريح. على العموم أنا ليا مع الاتنين دول كلام بعد كده. أعرفك دلوقتي على جميلات المدرسة، مدرستنا الحسنوات. ياشا رشا.
سمية. اهلا يا تيتا. اهلا. ودي نواي. نوال. جاهزين يا ولاد؟ جاهزين. اتفضل سعادتك. قيام، تعظيم سلام، ارسال، جلوس. اهلا يا فندم. في ايه؟ مش حضرتك والد امل؟ امل مين؟ امل خطيبتي. لا ده اخويا التوأم. حضرتك اخوات. اتنين شبه بعض. اتنين شبه بعض. في ايه؟ الاستاذ مدحت مدرس الورد، اقصد مدرس الزراعه. انا مش بتاع ورود يا ابني. احلى فل يا بيه، نارك زي الفل ان شاء الله. فل واقفين في الاشاره. اصل البنت دي يا باشا، يلا بنت يلا ارجعي. بتمثل في المسرحيه دور بياعة فل، وبتتمرن مع حضرتك على الدور. وكمان في نشاطات فنيه. رائع رائع. طبعا يا فندم عندنا نشاط فنيه، تمثيل وفي غنى سعادتك وفي كل حاجه. حافظين النشيد اللي انا محفظه لكم عشان نقوله قدام الاستاذ. واحد ايه شرفتنا كترتنا نورت كل المدرسة، ولو هتفضل عندنا هتلاقي حاجة كويسة. متعلمين احنا ومؤدبين احنا. انا هبقى استاذ في القانون، وانا بكره هبقى مهندسة. في ناس كلامها عن وناس كلامها لا. يا عين في ناس كلامها عن وناس كلامها لا. وناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا. ده مثل للفن الشعبي الرقيق يا فندم. بنحاول ندي للاطفال بعض حصص الفن الشعبي حتى الطفل المعاصر لا ينفصل عن واقعه ومجتمعه ويستمع الى الفن الشعبي دون اسفاف او ابتذال يا فندم. ما شاء الله، ده انتوا على كده ما نسيتوش حاجه ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير المنطقة التعليمية، يعني حضور حضرتك النهارده شرفنا وأطلق صدورنا. إلهي لا يسيعك يا بيه ويعلي مراتبك ويكرمك ويحميك من الحساد. الله يخرب بيوتكم شحاتين. يا فندم الجمله دي من عندياته. بيعمل دور شحات في المسرحيه وبيؤديه والله ولا احسن ممثل ولا ده جميل. ما شاء الله. الحمله الفرنسيه، برافو عليكم يا اساتذه. مدرسه ما فيش بعد كده. لازم اطفالنا يعرفوا تاريخ بلدهم. يا فندم التاريخ ده اهم هدف للمدرسه بتاعتنا. اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ولا مستقبل. دكتور عباده 3 دكتوراه ومستني بنت الحلال وطالع بمنظرين. قلت لي ده بره. بفكرك يا فندم. ما تزعلش نفسك. ايه ولا ايه ده؟ مين ده؟ مفيش حاجه. ايه ما تزعلش نفسك. ده هيئه التدريس يا فندم. طقم التدريس يا فندم. استنوا دلوقتي بقى. سؤال اتفضل. ولو ما جاوبوش انت اللي هتزعل نفسك. معلش اتفضل يا فندم، اتفضل اسال. دلوقتي مين قتل كليبر؟ مين اللي قتل كليبر؟ مش انا يا بيه. لا انا بيه. عليا النعمة من نعمة ربي، لا شفته ولا اعرفه يا باشا. ايه ده؟ لا مؤاخذة سعادتك، في حد بلغ سعادتك ان اللي قتل كليبر عندي هنا في الفصل؟ انا مش عارف انت بتشتغل ايه بالظبط. بتشتغل ايه؟ تصوروا الاستاذ الفاضل مش عارف مين اللي قتل كليبر. يا فندم تلاقيه عيل من العيال الصيع اللي في المدرسه اللي ورانا. خد مني الكلام ده. دي الفاظ مدرسين يا فندم. عيال صيع. لا يا فندم، اللي قتل كليبر طبعا سليمان الحلبي، بس الحقيقه الجزء ده من المنهج يعني ما وصلنالوش لسه. يا مفيش عندي في الفصل ولد اسمه سليمان الحلبي. بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ مختار يا فندم. غيره. اما انت عباده 3 مناظر. اتفضل يا فندم. انت اسمك ايه؟ دكتور انا اسمي مدحت يا فندم. مدحت. ايوه يا فندم. انت كويس يا مدحت. اهلا وسهلا. ورد. منورنا. علموا العيال الاول بدل الورد. علموا العيال. تمام يا فندم. عباده. يا فندم. وانت مين انت؟ السلام عليكم. اتفضل يا فندم. اتفضل. ما تزعلش نفسك. يا جماعه احنا خدنا التصريح بصعوبه، فاهمين؟ يعني لازم بقى تقعدوا وتصفوا كل الخلافات اللي بينكم. انا مفيش خلافات بيني وبينهم، هم يبطلوا اللي كانوا بيعملوه ده عشان نمشي المدرسه دي صح. انت هتذلنا يا عم ولا ايه؟ سبوبه وربنا كرمني وبعتها لحد عندي، هتقعد تنقل لي فيها؟ وبعدين يا هشام احنا كنا هنتلت مع بعض. اسكت انت خالص كده. طب ايه رايكم بقى انا هلغي المشروع ده خالص، انا هقفل المدرسه وكل واحد يروح لحاله. هروح دلوقتي اسلم اوراني كل حاجه.
استاذ هشام قال لنا ان هي بتجيب امراض، ويا ريت حضرتك تبطل. النبي تسيبني في حالي. استاذ مختار، انتوا صحيح ناويين تسيبونا؟ ولا يهمكم يا عيال، ولا يهمكم. ان شاء الله مش هنغلب، ربنا معانا وانا كمان معاكم. مش مهم الاستاذ مختار ولا مهم الاستاذ هشام، المهم نبقى مع بعض، ربنا مش هينسانا ان شاء الله. خلاص يبقى تيجي معانا. على فين؟ لصالح الاستاذ هشام. بس بقى انا دمعتي قريبه ومش مستحمل. بس علشان خاطري، طب علشان خاطري. الله ايه ده؟ اوعى بقى، اوعى بقى، ما تضايقونيش بقى، اوعى بقى. الله فاضل 52 يوم ونبدأ حياتنا مع بعض. بس المشكلة في الأولاد، حاسس إن أنا مش هقدر أسيب الأولاد. كل استاذ هشام بيحس بلحظه ان الاولاد دول اولاده. شوفي، لما نتجوز هنضطر ناخد منهم 12 عيل يعيشوا معانا. ابدا حياتي ب 12 عيل؟ بس نربط على كده علشان نعرف نربيهم. معقوله يا مختار ابدا حياتي ب 15 عيل؟ ليه تصحيني من الحلم اللي انا كنت عايش فيه؟ مالهم 15 عيل؟ العيال احباب الله، وبعدين انت قايله انك بتحب العيال. دول 15 عيل، 15 عيل مالهمش حس. يلا يلا يا ولاد، سيبوا ماما لوحدي. 3 عند امك، و8 عند جوز خالتك، و4 تشيليهم عند ابوكي. هتبقى الواد دنجل واجلسي. اجلسي ممكن نتصرف نحطه عند البواب، مش هتفرق معاه كتير. هيتفضل له ده، هيتفضل كتير قوي، هيتفضل 8. قلت لك مليون مره نحدد الناس اللي مفيش فايده. ليه كده؟ هتفضل مقفلة في وشنا كده طول العمر؟ بقول لك ايه يا اتش، انا من رايي ان احنا نبيع الفيلا وفلوسها تحل كل حاجه. طب والأولاد؟ هيبقوا معانا. فين؟ المدرسة اللي احنا فتحناها دي رسالة، لازم نحافظ على الرسالة دي. الأولاد دول مش لازم يرجعوا مشردين مرة تانية. لو على واحدة ست كده مريشة ورجليها للقبر، أتجوزها تموت أورثها، أخلي الفيلا زي ما هي دار للتربية. اسمعي يا ستي، ده ذكرى ال40. تقول له زوجي الحبيب لم يمضي على فراقك إلا 40 يوما، مرت كأنها الدهر، فهنيئا لك بالجنة ونعيمها، والهمني الله الصبر والسلوان. زوجتك شربات. خلاص بقى يا استاذ مختار، خلينا بقى يا اخويا في موضوعنا. موضوع ايه يا ست سميرة؟ شوف يا استاذ مختار، أي. انا خلاص قررت اسيب المدرسه دي. ليه؟ ما احنا خدنا عليكي وانت خدت علينا، يعني بقينا اهل. يتقدم الاهل بخالص الشكر. اسمعني بس يا استاذ مختار. ايوه. اصل انا عقبال املتك كويست 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه؟ سميرة هانم، سميرة هانم، الجبان الندل اللي اول ما جبت له سيره الفلوس ريق وجري. اللي فيه ده ما بيبطلوش. لكن انا بقى هشام حبيبي عنده مبادئ. هو صحيح فشار شويه لكن دمه خفيف. مدحت بقى اغلب واحد فيهم، وانا حاسه انه بيحبني لشخصي. وبعدين يا بنات، هنروح معاهم الرحله بكره ولا ايه؟ انا طبعا لازم اروح. وعايزين تروحوا بقى ازاي يا حلوين؟ وانتوا الحاجات القرشانات
ولا الشابات الحلوين نهاد ونيفين وندى؟ نفكر. بحبك. وانا كمان. هشام، عايزه اقول لك على حاجه كده بس. ايه؟ يعني لو اكتشفت في مره ان انا كذبت عليك هتسامحني؟ لا، كله الا الكذب، ده انا انقهر لو كذبت عليا ازعل منك قوي 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 كده. طيب. طيب. انا متهيألي النايم 4 في الحمام و3 في اوضه الصالون و2 تحت السرير. ايه يا مدحت؟ هيناموا معانا في اوضتنا تحت سريرنا؟ غباء مني ده. خلاص انام انا تحت السرير واطلعهم لك هم فوق السرير. الله، هنبتديها كده احنا مش كده؟ هو انت تعرف تحب؟ ده انت بتموت على القرش. ايه ده؟ مين قالك الكلام ده؟ العصفورة يا اخويا. عصفورة ايه؟ اذا كنت انا اساسا تاجر عصافير، وبعدين ما تصدقيش اي عصافير بلدي، ثم الكناريا والاسترالي دول بيتكلموا لغه اجنبيه انت ما تعرفيهاش. ايوه يا معاطي، بكلمك بالتليفون المحمول. ايوه اهو محمول يا سيدي اهو. طيب مع السلامه. ايه يا عوض؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ ايدك. ايد على ايه يالا؟ مش بطلت تشرب سجاير؟ لا، شوكولاته. يا ساتر عليك، نموذج مصغر من الاستغلال. خد قول بقى. مش قبل نوال وقبل سميره وقبل راشد دول على لابسين شعر عيره؟ يا سلام، ما كل النسوان بتلبس شعر عير. اسمع بس، دول مش عواجيز، دول زي القمر وكمان صغيرين. صغيرين؟ ازاي يا عوض؟ زهره دخلت معاهم اوضتهم وقالت لي وانا قلت لها. وعارف بقى البنات اللي كانوا معانا امبارح واحنا في الرحله هم دول، بس كانوا صغيرين. يعني دول هم دول؟ باختصار احنا طلعنا كروديات بيضحك علينا وبيتلعب بينا على الشناكل. على العموم انا ما تفرقش معايا. مش معاك؟ والاخ هشام انا تفرق معايا، انا كمان تفرق معايا. ايه ده؟ يعني تفرق معاك ومعايا وانا ايه رجل كنبه؟ ايوه. لا انا كمان تفرق معايا. صباح الخير يا استاذات. اهلا يا استاذ هشام. عامله ايه يا استاذه؟ اهو يا ابني ايام بتقضيها. يا الف مرحب يا استاذه. انا يا استاذه عاوز اكلمك في موضوع مهم قوي بصفتك يعني في مقام الست والدتي. طبعا. الحقيقه يعني مش عارف، اديني ايدك. ايدك الكريمه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. في ايه بس يا استاذ هشام؟ مش عارف ابدا ازاي والله، لكن هتشجع وهقول لك انا بحبك وعاوز اتجوزك. ايه؟ انا احبك كبير جدا العتائي. شوفي بصي اوريكي صوره حبيبتي، عينيا روح قلبي اها. شفت انا قاعد قدامها مبسوط ازاي؟ هموت من الانبساط. سن اقل من كده نفسي تجزع، ما احبش. هشام انت اتجننت؟ انت عارفه انت لو كنت بنت صغيره كده او قطقوطه او اموره ولا كنت بصيت لك ولا كنت عبرتك. شوفي انت يعني هي يعني انت وهي تيجي ايه بالنسبه لك؟ انت نونو هي كبيره انت نونو. انت اديني بوسه. استاذ مختار احترم نفسك يا استاذ مختار. انا مش مختار، انا حمار. دي كانت اول حب في حياتي، ده التيب بتاعي، ومن ساعتها بدعي ربنا ان ربنا يكرمني بعضمايه كبيره زيها، وربنا سبحانه وتعالى قبل دعوتي وكرمني بيكي وقابلتك. الله في ايه؟ كأني ماسك ايد ماما. بانوا على اصلكم بانوا على اصلكم ويلا شيلي بقى الباقي بمعرفتك. حلو قوي. كده الفيلا راحت منكم. الفيلا بتاعتي. حط الكبار. استنى بس يا فيلا. الحق يا ولا الحق. ايه؟
فين والد الطفل يا جماعه؟ أنا بس لازم حد يكتب لي اقرار بالموافقه على اجراء العمليه. كل اللي موجودين اهله واخواته. انا جاي مع حضرتك. استاذ هشام ايوه. $2000. 2000 دولار؟ دول كلهم ما يكملوش 500 جنيه. العملية هتتكلف 2000 دولار يا جماعة. على فكره ممكن اكتب على نفسي شيء. انا هنزل اتصرف اجيب فلوس من اي حته. لا انت ولا هو، انا اللي هتصرف. هتعمل ايه؟ ما خبرش، بس هعمل نص ساعة وراجع. وسع. شوف يا باشمهندس، انا عايز في الدور الاول ده ريسبشن كبير لاستقبال الزباين. تمام. الدور التحتاني هتعمل لي مطعم ايطالي ما حصلش، بيتزا، مكرونه بالبشاميل، مكرونه بالجبنه. فوق هتعمل لي ديسكو ما حصلش زيه في مصر. تحت امرك يا استاذ اوراني. جوراني بيه. اسبقني انت يا باشمهندس على المكتب. تحت امرك يا بيه. انت لسه هنا؟ ما مشيتش معاهم ليه؟ الولد كريم في المستشفى يا جوراني بيه، في حالة خطيرة قوي بين الحياة والموت. وانا مالي؟ مالك كيف؟ كيفي كده؟ هتتمسخر بيا يا راجل؟ بقول لك الولد بيموت، محتاجين فلوس ضروري لاجل العملية. خلاص الخزنة قفلت، ما عادش بح. ده انت اللي هتبقى بح من الدنيا كلها يا جوراني. انا دخلت السجن مره خدمه في واحد صاحبي، يعني حاجه تستاهل. نفسي ومن عيني ارجعوا تاني في حاجه ما تستاهلش، وانت الحاجه اللي ما تستاهلش يا جوراني. انا قتيلك النهارده، عتاجي معايا بالذوق، عتاجي بالعافيه، عتاجي بح. اسمع يا اوراني، احنا لا عاوزين لا اصل ولا دياول، كل اللي عاوزينه 2000 دولار عشان العمليه. وانا مستعد اكتب لك بيهم ورقه. يا سيدي انا اشتغل بيهم عندك اي حاجه، ان شاء الله حتى خدام. حسب الجاكيته. الولد ده فصيله دمه نادره. طلعت ايه يا دكتور؟ هو سالب ولازم نقل دم حالا، وللاسف الدم ده مش موجود في المستشفى. يعني لازم نشتري دم؟ اوراني خلي عند رحمه. انا فصيل الدم او سالب. مبروك يا جماعه. مبروك على ايه؟ على كريم طبعا. مبروك انت عليك الفيلا. لا الفيلا بقت بتاعتكم، ما حدش هيقدر ياخدها منكم تاني.
اسمع بعض يا رجاله، انا فرحان قوي قوي، ومن فرحتي ما خبرش اعمل ايه، لكن زي ما انا شايف مراتكم لازم انتوا تشوفوا مراتي. اكشف وجهك يا بنت، اكشف وجهك. مرتي